تمزق الأربطة ما بيقلش أهمية عن الكسر أو الشرخ. كتير من الحالات بيبقى عندها ألم مزمن في الكاحل أو الركبة بسبب مشكلة قديمة ما اتعالجتش. عمليات مناظير الركبة والكتف والكاحل في الغالب بنعالج بيها مشاكل في الأربطة تم إهمالها. لو كانت اتعالجت من الأول ما كناش وصلنا للمرحلة دي. لسه في عيان من أقرب العيانين لقلبي يعني، واصبح صديق دلوقتي، عملت له عمليه قبل كده من حوالي سنتين، وهو حد محترم قوي. فوجئت بيه جاي لي العياده من يومين، هو بيشتكي بقاله اسبوعين من ان رجليه بتوجعه، القدم بتاعت رجليه بتوجعه. حاجه حصلت لك؟ رجليه لفت مني. طب في ورم، في وجع، خد مسكنات، الوجع ما بيروحش. طب ما كشفتش ليه؟ اصل انا قلت ده تمزق وهيروح لحاله. هي دي القناعة الغلط اللي بنتكلم فيها، ان هو التمزق دي حاجة مهمة. المشكلة بقى الأكبر إن لما فحصته لقيت الوجع كله على مكان العظم، فعملت أشعة فوجئت إن العظمة أصلا مكسورة وهو ماشي عليها مكسورة. ولولا ساتر ربنا كان ممكن الكسر ده يتحرك من مكانه، وساعتها نضطر نعمل عملية. ساتر ربنا إن العظمة في مكانها وما اتحركتش، فالأمور مشيت بالجبس. فالنصيحة اللي عايز اقولها في الفيديو ده ان لا قدر الله لو حصل التواء في الكاحل، اول حاجة لازم نعمل اشعة عادية علشان نطمن على سلامة العظم. رقم 2 بنلبس ساند للمفصل عشان نعمل حاجة اسمها اوف لودنج او نخف الحمل من على الاربطة. ده بنرتديه لمدة 3 اسابيع وبنريح ونقلل التحميل قدر الامكان عشان ندي فرصة للاربطة انها تلتئم، مع ادوية عشان تقلل التورم والالتهاب. طيب خلال ال3 أسابيع لو الألم مستمر والورم مش راضي ينزل، لازم تعرض المشكلة على أقرب دكتور عظام ليك عشان يحدد درجة التمزق، سواء كان بالفحص الطبي أو أشعة الرنين واللازم يتعمل. أرجو إن الفيديو كان مفيد لحضراتكم. أشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله. سلام عليكم.